الناس كامل تعرف اسم بشرى، لكن خليني نرجعك للمكان اللي كان يعرفك قبل الجزائر كلها. تخصص نقراوه وحدنا، 3 بنات وذكر ما شاء الله. هنا كانت تجلس التلميذة بشرى، واليوم بشرى هي الأولى وطنيا. بين هاتين النسختين ما الشيء الذي تغير فيك وما الشيء الذي بقي كما هو؟ بصراحة ما نشوفش اللي فعلا كان تغيير، ونتمنى ما يكونش. مهما تنقلت بينا الحياة ومهما تحطيت في محطات جديدة، نتمنى انه نبقى دائما هذيك التلميذة اللي كانت تدخل من هذا الباب ونقعد هذه هي بلاصتي. ما نتمناش نتغير، نتمنى نبقى بنفس المبادئ ونفس الأخلاق ونفس القيم. نتمنى إن شاء الله، والله أعلم واش كاين في المستقبل، لأنه أحيانا الظروف والتجارب اللي نخوضوها في هذه الحياة تجبر الإنسان أنه يتغير، ولكن إن شاء الله ما نسمحش للحياة أنها تغير. في أكثر يوم حسيتي به بالتعب، وش هي الحاجة اللي خلاتك تكملي؟ ما نقدرش نحدد لك أكثر يوم حسيت فيه بالتعب، لأنه التعب يرافقنا دائما في جميع خطوات حياتنا، ولكن الحاجة ممكن اللي خلاتني نكمل أنه كنت عارفة نهاية التعب، يقينا بالله مش ثقة في النفس. كنت عارفة أنه ربي سبحانه وتعالى إذا أعطى أدهش. ممكن هذا هو الشيء اللي قواني في لحظات الضعف. وكذلك ثقة الوالدين، كي نحكوا على الثقة هي شيء صحي في كل العلاقات بأنواعها يعني، ولكن كي تكون الثقة ما بين الآباء والأبناء تتحول، تبقى شيء صحي أكيد، ولكن تتحول إلى عبء، مسؤولية، ويبقى دائما في راسك إذا مش أنا شكون، إذا مش أنا اللي فرحتهم شكون راح يفرحهم. فهذا الشيء قواني طبعا، كان عنده أثر، وفعلا ألهمتيني، ونتمنى أني خذيت منك شيء جميل وأنك خذيتي مني شيء جميل، وفعلا أضفتي لي شيء. ومدام يعني خليني كيفاش نقولها، يعني كي يعترفوا بينا كبار الباقي صار خلاص يتمحى كل شيء. الحمد لله.